مستعدين نغوص في قلب عالمنا؟ في هذا الشرح رح ننطلق في رحلة مذهلة عشان نستكشف حالات المادة الأساسية اللي تشكل كل شيء حولنا، من أصغر حبة رمل إلى أكبر نجم في السماء. طيب، خلونا نسأل سؤال. إيش اللي يخلي الصخر صلب وثابت والمية تنساب بحرية والهواء يحيط فينا من كل مكان لكننا ما نشوفه؟ هذا هو اللغز اللي رح نكشف سره اليوم. خلونا نبدأ بشيء كلنا نعرفه. شوفوا معي الصور اللي قدامنا. هذه تورينا حالتين أساسيتين للمادة. المواد الصلبة زي الثلج إلها شكلها الثابت والمحدد اللي ما يتغير. أما المواد السائلة زي المية فهي مرنة جدا وتاخذ شكل أي وعاء تنحط فيه. ونيجي أخيراً للحالة الثالثة، الغازات. بالضبط زي الهواء اللي في هذا البالون. الغازات ما لها أي شكل ثابت وتنتشر عشان تملأ أي مساحة متاحة لها. هذه هي الحالات الثلاث اللي نتعامل معها كل يوم. ممتاز. الحين بعد ما تعرفنا على الحالات الثلاث، خلونا نلعب دور المحققين ونكتشف بصمات كل حالة، يعني الخصائص الفريدة اللي تميزها عن غيرها. أول بصمة واضحة هي الشكل والقدرة على الانسياب. لاحظوا الفرق، المادة الصلبة شكلها ثابت، لكن السوائل والغازات الاثنين يأخذون شكل الوعاء اللي يحتويهم، ويتميزون بالقدرة على التدفق، وعشان كده يطلق عليهم مع بعض اسم الموائع. طيب، ماذا عن البصمة الثانية، قابلية الانضغاط؟ هذه التجربة اللي في الصورة توضح الفكرة ببساطة. تخيلوا معنا 3 حقن، واحدة فيها رمل صلب، والثانية موية سائل، والثالثة هواء غاز. إيش ممكن يصير لو حاولنا نضغط كل واحدة فيهم؟ النتيجة واضحة جدا. الغازات نقدر نضغطها بسهولة وحجمها يقل بشكل كبير، أما المواد الصلبة والسائلة فتقريبا مستحيل نضغطها. هذه خاصية قوية وفريدة تميز الغازات عن غيرها. البصمة الأخيرة هي الانتشار. شوفوا هذا المشهد المذهل لبلورات برمنجانات البوتاسيوم. بمجرد ما تنحط في المية تبدأ جزيئاتها تتحرك وتتوزع من نفسها، تنتقل من التركيز العالي للمنخفض لين ما المية كلها تاخذ لون واحد. وسرعة هذا الانتشار تختلف تماما. في الغازات هو سريع جدا، زي لما تنتشر ريحة عطر في غرفة. في السوائل يكون أبطأ، أما في المواد الصلبة فهو شبه معدوم. هذه هي بصمات المادة الثلاث. إذن هنا نوصل للنقطة الحاسمة. إحنا شفنا إيش اللي يخلي هذه الحالات مختلفة، لكن السؤال الأهم هو ليش المواد تتصرف بهذه الطريقة المختلفة؟ الآن جاء وقت كشف السر. خلونا نتعمق ونغوص مع بعض في العالم الخفي للجسيمات عشان نفهم ليش المادة تتصرف بهذه الطرق المختلفة. السر كله يكمن في كلمة واحدة: الجسيمات. كل شيء في هذا الكون من الصخر للهواء مكون من هذه الوحدات الصغيرة جدا اللي ما بنقدر نشوفها. طريقة ترتيبها وحركتها هي اللي تحدد كل الخصائص اللي نلاحظها. وهذا النموذج يوضح الفكرة تماما. شوفوا كيف الجسيمات مترتبة. في الحالة الصلبة هي متراصة جنب بعض كأنهم جنود في طابور. في الحالة السائلة هي قريبة من بعض بس تتزحلق فوق بعضها. أما في الحالة الغازية فالجسيمات بعيدة جدا عن بعض وبتتحرك في كل اتجاه. وخلونا نحلل هذا الموضوع بالتفصيل. في المواد الصلبة قوة التجاذب بين الجسيمات قوية جدا، والمسافات بينهم صغيرة، عشان كده الجسيمات بس تهتز في مكانها. في السوائل القوة أضعف والمسافات أكبر، وهذا يسمح للجسيمات إنها تنزلق فوق بعضها. أما في الغازات فقوة التجاذب شبه معدومة والمسافات شاسعة، وهذا اللي يخليها تتحرك بحرية وعشوائية تامة. هذه الحركة العشوائية والسريعة لجسيمات الغاز لها اسم علمي: الحركة البراونية. وبسبب هذه الحركة المستمرة في كل الاتجاهات تقدر الغازات تنتشر بسرعة خيالية وتملأ أي مكان تكون فيه. لكن هل القصة تنتهي هنا؟ أكيد لا. استعدوا عشان نتعرف على الحالة الرابعة والأكثر انتشاراً في الكون، حالة مدهشة اسمها البلازما. وأي مثال على البلازما أروع من الشفق القطبي؟ هذه الأضواء الساحرة التي تراقص في السماء ما هي مجرد ضوء، بل هي عرض مذهل للبلازما في الطبيعة. إذن إيش هي البلازما بالضبط؟ ببساطة هي غاز تم تسخينه لدرجة حرارة هائلة، وهذا أدى إلى تفكك ذراته إلى جسيمات مشحونة. ولأنها الأكثر شيوعاً في الكون فهذا يعني إن معظم اللي نشوفه في الفضاء من شمسنا لأبعد النجوم ما هو صلب أو سائل أو غازي، بل هو هذا الحالة المكهربة من المادة. والآن خلونا نجمع كل الخيوط ونكشف عن الفكرة الأساسية اللي بتربط كل الشيء تعلمناه اليوم. الفكرة الجوهرية هي هذه:
إن اختلاف قوة الترابط بين الجسيمات هو السبب في اختلاف خواص المادة. قوة هذه الروابط هي اللي تقرر كل شيء. هذا هو مفتاح كل اللي شفناه اليوم. من التركيب الثابت للمادة الصلبة للطاقة المتدفقة بحرية في البلازما، كل الموضوع في النهاية يرجع للقوة اللي تربط بين جسيمات صغيرة وغير مرئية. الآن بعدما فهمنا حالات المادة، يجي سؤال جديد ومهم: كيف تتحول المادة من حالة إلى أخرى؟ كيف يذوب الثلج وتتبخر الماء؟ هذا هو عالم التحولات المدهش وموضوع رحلتنا القادمة.